هرجع تاني لحرف الخاء عشان الورقة بتاعته كانت تايهة. حرف الخاء يبقى خاء، والمثال بتاعه خين معناها فيه. بعده حرف هوري، حرف هوري يساوي ه. المثال بتاعه أها يعني نعم، وجاية منها كلمة اللي بنستخدمها في العامية بتاعتنا. بعدين في كلمة اسمها هو معناها ستوب، توقف، توقف. يبقى ده حرف الخاء خ، حرف الهوري ه، وعندنا كلمتين، واحدة اللي هي خين يعني فيه، وواحدة اللي هي أها يعني أيوه، وهو يعني ستوب. دي الورقة اللي كانت تايهة، اللي هي موجود فيها حرف الخاء وحرف الهوري. هتلاقي فيها كلمة خين معناها فيه، تلاقي كلمة أها معناها أو نعم، وهتلاقي فيها كلمة هو معناها ستوب. هنرجع تاني لحرف الجنجة. قلنا انه جيم جافة في كلمة أجوس معناها قل أو قلها، حرفيا قلها. وجيم معطشة في كلمة كيجيم معناها ربما. وقلنا التعطيش بيكون لو جاء بعدها حرف يدل على الكسر، اللي هو الاي والايطة واليوطة. ما بنحطش هنا الإبسلون، لأن الإبسلون بيجي بالطريقة دي في الكلمات اليونانية بس. لما بيجي بمعنى يه بيكون في الكلمات اليونانية بس، بينما جنجة ما بيجيش في الكلمات اليونانية، بيجي في الكلمات اللي من أصل مصري بس. دي الورقة اللي موجود فيها حرف الجنجة. هنلاقي فيها في أول سطر كلمة أجوس، وهنلاقي فيها في آخر سطر كلمة كيجيم. كلمة أجوس فيها الجيم جافة، جافة زي الجيم اللي في كلمة جرجس، ومعطشة في كلمة كيجيم، معطشة زي الجيم اللي في كلمة جورج. يبقى جرجس الجيم فيها جافة، جورج الجيم فيها معطشة. آخر حرفين عندنا اللي هو تشيما زي ت زائد شين، زي سي اتش في الإنجليزي في كلمة زي تشيرش، ت وشين. المثال بتاعنا تشي معناها خذ. بعد كده تي، ده آخر حرف في الأبجدية، يتنطق تي، هو عبارة عن طاف زائد يوطة، يعني تي آي، يعني ت ي أو ت بكسرة. ده حرف التي. المثال بتاعه تي برضو أداة تعريف معناها ال، بس للمفرد المؤنث. احنا خدنا بي قبل كده للمفرد المذكر، مذكر، وتي مؤنث.
دي الورقة بتاعتها. هنلاقي حرف الشيمة، هنلاقي كلمة شي معناها خد، هنلاقي حرف التي، وهنلاقي كلمة تي اللي معناها ال. احنا كده خلصنا الحروف، بس هنراجع مراجعة سريعة لحاجتين صغيرين. او اللي قلناها دول بنعتبرهم حرف واحد بيتنطق او، زي الواو اللي في كلمة قوطة، وزي او في كلمة مون الانجليزي او. ده مثال طبعا. تاني حاجة هنتكلم عن الجنكم، برضو مراجعة سريعة في ثانية واحدة. إنها بتيجي على الحرف كأنها ألف قبله بكسرة، نقول إك مثلا، إنما لو شلناها ما نقدرش نقرأ الحرف. دي الورقة بتاعت او، بتبين نطقها. بنقول انه زي الاو في كلمة مون، والواو في كلمة قوطة. وهنا بنقول ان الجنكم كأنها ألف بكسرة لو جت فوق حرف ساكن. يعني احنا عندنا حاجة اسمها حروف ساكنة وحروف متحركة. قبل كده قلنا لكم ايه هي الحروف المتحركة، يبقى باقي الحروف هي الحروف الساكنة، وهي الحروف اللي ما نقدرش ننطقها لوحدها وبصوت واضح وعالي. يعني الكاف مثلا الكبة من غير حرف متحرك معاها مش ممكن تتنطق. في حروف بتتنطق بس بتبقى ضعيفة زي س أو اف أو خ، ما تقدرش تعلي صوتك فيها. والحروف المتحركة اللي هم السبعة اللي خدناهم قبل كده. آخر معلومة بقول إن الجنكم ما يصحش تتحط فوق أي كلمة يونانية. اليوناني ما كانش فيه جناكم، ولا برضه فوق أي حرف متحرك، لأن الجنكم نفسها كلمة معناها حركة وبتحرك، فإذا كان هو من الأصل متحرك يبقى هنحركه ليه؟ يبقى ديت بتتحط زينة ساعات كده أو من باب الخطأ فوق الكلمات اليونانية وفوق الحروف المتحركة، إلا في حالات معدودة تتعدى على صوابع اليد الواحدة. زي ايه؟ زي كلمة اسمها آي. احنا بنقول كينين كي آي، الآن وكل أوان. آي دي كلمة معناها دائما، كلمة يوناني معناها دايما. فعشان بتتنطق آي بنحط الجنك مع الألفا، معناها ان هننطقه متحرك وعلى اليوطا هننطقه متحرك اي. انما عادة لو جت الفا وبعدها يوطا من غير جناكم يبقى الالفا متحرك يتقري واليوطا تبقى ساكنة تبقى اي، تبقى كده اي. يبقى هنا فايدة الجنكم تتحط في الكلمة دي بالذات، تعرفنا ان النطق اي مش اي، انها ادت استقلاليه لكل حرف من الاثنين، ان هو حرف متحرك ما فهمش سواكن خالص. انما هنا في اي عندنا الالفا متحرك، الفا ما تنفعش ساكن، اليوتا تنفع متحرك وتنفع ساكن، عشان جت بعد متحرك تبقى هي ساكنه تتقري اي. يبقى ديت الفايده بتاعت الجنكم في حاله زي دي. وفي حاله تانية كمان اللي هي لما يكون عندنا
اوميكرون ابسلون ويوتا. طب ديت بتتقري او وديت بتتقري اي، يعني ايه ينفعوا متحركين. طب عايزين نعرف انهي المتحرك وانهي الساكن. هنحط هنا على اليوتا جينكينز يبقى ده المتحرك، يبقى ده الساكن. زمان كانت تتقري وي، الساكن الواو الساكنه كانها دبليو، تبقى كانها دبليو اي. انما دلوقتي بننطق الاثنين، تبقى او اي ونشبكهم بشده، واو عليها شده نقول اوي. ده نوع من التحايل. ففائدتها زمان كانت ان تبين ان ده متحرك وده ساكن، لان الاوميكرون والابسلون الواو تنفع متحرك وتنفع ساكن. زي مثلا في كلمه والد هنا ساكن ينفع عليها فتحه تبقى ساكن، في كلمه زي فول بتبقى متحرك. فدي الفايده الوحيده بتاعه الجناكم على المتحرك. يعني المفروض الجنكم يكون على الحروف الساكنه بس، الا في الحالتين اللي قلناهم دول. اشكركم واسف اذا كنتوا تعبتوا وادينا كتير النهارده. بعد كده ان شاء الله هتبقى الدراسه اسهل واجمل، عشان خاطر هيبقى في عندنا حاجات محادثه واسئله واجوبه وحاجات بالشكل ده، وحاجات من اللي بنستخدمها في الحياه. وانا اعتقد ان شاء الله هتكونوا مبسوطين. شكرا جزيلا. اقفل بان انا اقول اوجاي. اوجاي كلمه معناها العواف او فتكوا بعافيه. اوجاي سوري اوجاي اللي لسه الفلاحين والناس البلدي بيستخدموها، فهي معناها يتعافى او يسلم، يكون بصحة. فأنا أعتقد إن كلمة أوجاي اللي بنستخدمها دلوقتي وإحنا بنترك بعض للوداع كانت بتستخدم أيضا في الدخول، لأن الناس وهي داخلة بتقول العواف، والعواف اللي هي أوجاي فلتتعافى، وهي ماشية برضو بتقول فتك بعافية. بعافية اللي هي برضو أوجاي. يبقى أوجاي ممكن نستخدمها في جميع الحالات، في الدخول وفي الخروج. اللي عايز يستخدم واحدة للدخول بيقولوا شيري يعني سلام، بس دي عيب عنها يوناني. وممكن نقول نوفي لأن نوفي معناها سعيد، ممكن تكون تستخدم بمعنى سعيدة. إزاي؟ إحنا ممكن نقول كده إيه هو النوفي، يعني يوم سعيد. ممكن تختصر بس ديت لقيناها في الصعيدي بس، هو نوفي. هو نوفي برضه هتبقى يوم سعيد، اللي هي نهارك سعيد. فممكن نقول هو نوفي بمعنى نهارك سعيد، ممكن نقول نوفي بمعنى سعيدة. اوجاي.